استغل وجودك ربما كمفكر وأيضا أستاذ فلسفة، كيف عشت الثورة التونسية وكيف ربما تنظر إليها من منظور فلسفي وأيضا من منظور تاريخي؟ قبل أن نتحدث عن الحكومة بطبيعة الحال. طيب، سؤال ثقيل نحاول نختصره ونختزله. تونس عملت فعلا، ما نحبش كلمة معجزة، عملت حاجة اللي فعلا قدمت التاريخ نقطة. هذا إحساسي أنا، إحساسي الانبهار. تو مازال مهما كنت قدرتي ودعوتي، أنا دعوة نحب نقول أنا خشين، أنا باهي، أنا دعوتي في الفلسفة، في قضية الحكم والتاريخ عند سبينوزا، قضية السلطة وعند لوك، قضية عند أفلاطون من قبل، عند شو اسمه ابن خلدون، كلهم بطريقة أو بأخرى نعرفهم واستوعبتهم، وحتى قريتهم تلامذة توا كبار وتوا عمداء وتوا أساتذة. رغم هذا الكل يكذب عليا ونكذب على روحي كان نقول كنت ننتظر هذا من شعبي البسيط، وشدد صحيح. الشعب التونسي قال لكم ما نحب حتى شيء من رموز العهد السابق. تذكروا يا ناس اللي نهارت اللي بن عليه خطب خطابه الثالث وكان متهرئ حتى في وجهه. انا من الاول اللي قريت الانتهاء كالسلطة الكبيرة واللي كنا نخافوا منه الأساتذة والعمداء والناس الطيبين والناس القويين كانوا يخافوا منه. نهارتها حقوق الإنسان والعباد قال لك نخدموا معاه ونعمل معاه وزارة. الشعب التونسي قال لهم أنا وزارة نحبوا توا يمشي ومن غدوة مشى. يا أخي قاعدين كل يوم نقولوا لا نحبوا كذا بجاه ربي. إملاء الشعب التونسي اللي قاعد يملي فيه وما زال يملي ماذا بينا نعرف ونقراوه. التحدي الآن لحد الدقيقة اللي خولتوا لي وبارك الله فيكم ما نتكلم، لحد الآن الشعب التونسي قاعد يملي ومثقفين ما همش قاعدين يقراوا بطريقة صحيحة. قال لكم لا. الرغيف الشعبي قاعد يقول يا خويا سي محمد الغنوشي اللي قلت لي كفء وانا مقتنع، واللي قلت لي باهي وانا مقتنع، قلت لي نظيف وانا مقتنع، قلت لي طاهر وانا مقتنع. اما علاش رغم ان انا طردت بن علي وهو خدم معاه شهادة صحيح؟ اذا ثم حاجه، وانا اذا كان ثم حاجه ما عادش نحب حتى شك. نحب يقعد رايد في فيلته في بورتمانه لاباس عليه محترم، ممكن نحييه، اما ما نحبوش يقعد في اخر الثوره هذه. علاش ما يقولش انا فهمت الشعب وانا مشيت عن نفسي؟ شوف خلينا نصارحوا اهلنا اللي يسمعوا فينا. انا كان نحب نجي للتحليل دون هذا ونحب نولي نقول برشا حاجات. نعطي كانت اشاره للمثقفين اللي يسمعوا فينا. نجم نحكي بطلاقه على الارضيه الماسونيه نتاع الحكومه المؤقته. شكون باش يفهمني والواه؟ ونجم نحكي على علاش السيد اللي نحترمه ونحبه اليوم الصباح بكري يحكي على طهارة الغنوشي وعلى نظافته ونيس. كنت ننزه على هذايا، عليه فاش قام عليك؟ إذا أنا كان نحط روحي في منطلق الشعب التونسي نقول إذا كان هذايا موجود، وإذا كان قالوا لي اللي فلان الفلاني راهو فلان الفلاني وفلان الفلاني يعمل الحكم المؤقت راهو فرون ماسوني، وهذا متأكد ما لا ندرى شنو صاير. الاشياء المسؤوله تعرف انت ميسون وتعرف العلاقات مع الناس اللي يعرفوا شنو هو السيا، هذا ما نتحدثش عليه. قاعد نتحدث على حاجه واحده، على نوعين وصنفين من القراءه. اقرا شكون تحلم انت، السواح وما السواح والدبلوماسيه وما الدبلوماسيه، هذا كلهم متفقين فيه. شكون ما اتفق فيه؟ اما ناكد لك انه هذايا كما يقول شو اسمه جاسر عرفات بكري كدوك ما عادش يفهمك فيه الشعب. دبلوماسي ما حاجتيش شكون تسميه البنيه اللي تحفونه تتكلم اللغات، وما حاجتيش الفلاحه تمشي سنه، لا حاجتي ما عادش مستقبلي بالنسبه ل 23 سنه يكون مربوط بالاحسن بن شكونه هذا بالاحسن بن شو اسمه طرابلس. ما عادش حاجتي، ومستعد نضيع 70 سنه
من عمري بور نو بلو فيبر، باش ما يعيشش هذا كلهم متفقين فيه انه يلزم نعملوا والسواح يرجعوا من السواح. الشعب التونسي ثورته يمكن تختصر وتختزل في هذه بركه، في هذه بركه. يا خويا انا مستعد نموت وما يرجع ليش بالحسن طرابلسي يحكم فيا وياخذ لي شطر ميزانيتي كل شهر والناس كل ساكتين بما في ذلك الغنوش. انا كي يطرح لي انسان يا هل ترى الحكومه تنجم تحمي الثوره؟ نعتقد لي سؤال ناقصه شخص، ناقصه دور، ناقصه عنصر. الثوره باش تحمي الحكومه والحكومه باش تحمي الثوره. ثم انا ناقص، انا نحب ثوره، توا نحلم بثوره، توا حلمي ما عادش يتنحى بن علي وما عادش تولي حكومه. مع انك كنت تحلم به سياسيا. مش نحلم به، كنت ما نتصوروش خلاص انه بن علي يتنحى حتى يموتوا ربي. ونعملوا عليه حداد ونزيدوا نتخذوا. معناها فما دلهم على هكاك كنت نتصور قبل بشهر، هذاك هو كنت نتصور باش يموت موت ربي ونعملوا حداد ونحزنوا ونبكي ونزيدوا ننافقوا والكل. يا اخي يا ربي اعطانا، اما توا مسيح. يعطيك الصحة سي يوسف. أنا لن أجد كلاما يعني بعد ما قالوا المفكر والفيلسوف التونسي يوسف الصديق. أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن متابعتكم لهذا العدد الجديد من نادي الصحافة.